أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستارز في فيديو جديد. ما تنسوش أصدقائي دعمكم لنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. قدم المحامي سمير ديلو وهو عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تفاصيل القضية التي تم على أساسها إيقاف الغنوشي. وقال ديلو في مداخلة له على إذاعة ديوان فام إن خلفية إيقاف الغنوشي هي التصريحات التي أدلى بها خلال ندوة المؤتمر الرمضانية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني مساء الأحد 16 أبريل 2023، وتم إيقافه على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية. وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. وأضاف ديلو أن الفصل 72 لا يتعلق بالأقوال وإنما يتعلق بالأفعال، فالإنسان لا يمكنه تغيير هيئة الدولة بمجرد تصريح، بل يجب أن يكون هناك مخطط وتبادل أدوار والوسائل التي تتناسب مع المهمة. مستدركا أقول ذلك بتحفظ لأن كل الموقفين حاليا ليسوا في وضع متهم وإنما في وضع مشتبه به. ولفت سمير ديلو إلى أن الفرقة المتعهدة بالأبحاث ليست وحدة مكافحة الإرهاب، وإنما هي الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بثكنة العوينة. وبخصوص ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني من أن تصريحات الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب. قال المحامي سمير ديلو: ليست الجهة الأمنية التي تعطي توصيفا للأعمال، وإنما هي الجهة القضائية، معقبا: والجهة القضائية بإمكانها الإبقاء على التوصيف الأولى أو إعطاء تهمة أخرى. واعتبر القيادي في جبهة الخلاص سمير ديلو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كيف القضية التي أوقف فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقام بتخويف القضاء حين اعتبر في خطابه الأخير أن رئيس النهضة دعا للحرب الأهلية ووصف القضاة الذين أودعوه بالسجن بالشرفاء. وتساءل ديلو: ماذا ترك الرئيس للمحامين والقضاة بعد هذا التصريح، معتبرا أن إيقاف الغنوشي على معنى فصل تصل عقوبته للأعدام من أجل تصريح غير مقبول. وقال القيادي سمير ديلو في تصريح إذاعي لي: مواجهة الانقلابات بأساليب سلمية ووسائل مدنية مسألة طويلة المدى وتتطلب وقتا وتترك الجبهة في حرج حتى مع أنصارها، مشددا في الوقت ذاته على أن الخيارات الأخرى حتى لو كانت عنفا لفظيا هي خط أحمر. وأشار إلى أن الحديث عن السيادة الوطنية مجرد إنشاء، لافتا إلى أن مشاكل تونس نتيجة قرارات شعبوية خاطئة، وأن من يزرع الشعبوية لا يحصد إلا الفقر والأزمات.